وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الديوان الوطني للحج والعمرة. صباح الخير بابا. صباح الخير يا وجه الخير. ها راك فرحان؟ يخا راني ميت من الفرحة، مضروب كيما هذا راك رايح ليه وما تفرح. وزيد نفرحك كذا. شهادة النجاح أنا جبتها. الله ينجحك يا وليدي، الله يفرحك. صح انت وليدي قول لي هذه وخلاص نروحوا. مسألة هذو بدينا يا بابا، واش بك نتايا؟ روح بالعقل توكا كاين اجراءات واحده اخرى نديروهم. واش من الاجراءات؟ انت سقسيتني وانا نجاوبك. هيا روح. الاولى نبداو بالصحه يا بابا، نروحوا للسونتر دايرين بلاصه تما خاصه بالحجاج، نديروا لا فيزيت على خاطر كاين بعض الامراض مالهم ما يخلوش يدخلوا. لا حميد انا تعرف باباك انا صحيح ولابس وناكل ونرقد ونصلي او ونسبح. ضحكني انت بابا يا اخي، انت ماكش جاي لداري راك رايح للحج وهما داروا الاجراءات. معليش يا سيدي، ربي يطول في عمرك ويعطيك صحتك ان شاء الله. لازم نجيبوا الدفتر ونجيبوا شهاده التاهيل الصحي، وفي طريقنا بابا ندو معاك صاحبك هذاك اللي يصلي معاك ويدور معاك هذاك اللي تحبه. جارنا؟ ايه بصح جارنا يا حميد يا وليدي، لكش ما عندهم مرض راه مخبيه ولا ما على بالي. واش من مرض بابا؟ ما يقدرش يخبي المرض هذه منو عادي. واش بك نتايا؟ اللي عنده مرض لازم يصرح به، على خاطر لو كان ما يقولش ويلحق ثما ويفيقوا له ما يحجش. اويلي عنده الحق حميد، راهي الصحة شرط حجك، وهذه الحالات بالخصوص لازم تصريح بها. اللي عنده فشل كلوي ويحتاج للغسيل، ولا فشل متقدم في القلب، أو أمراض مزمنة في الرئة وتستوجب الأكسجين، تليف الكبد في مرحلة متقدمة، أمراض عصبية ولا نفسية خطيرة، الشيخوخة المصحوبة بالخرف، الحمل في الثلاثي الأخير ولا الحمل عالي الخطورة، الأمراض المعدية النشطة والسرطان النشط ولا اللي راه يخضع لعلاجات قوية. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك